معنا ينورنا في الاستوديو في رمضان متحدث اقليمي باسم الخارجيه الامريكيه سامويل ويلبرغ. سيد سامويل اهلا بك معنا، رمضان كريم ونقول صحه فطورك. اهلا وسهلا، شكرا للاستضافه، رمضان كريم لكم ولكل المشاهدين. انا فعلا مبسوط جدا لاكون معكم ولاكون هنا في دبي في الشرق الاوسط في رمضان فعلا. احنا اكثر. طيب نبدا بالطقوس الرمضانيه تحديدا لسامويل، لك شخصيا في رمضان في منطقتنا العربيه وانت موجود معنا. انا عايش في بعض البلدان في هذا الوقت في هذا الشهر الفضيل، وفعلا كل البلد في هذه المنطقه لديها تقاليد خاص بها، وانا احب ان استمتع بالتقاليد المحليه. مثلا هنا في دبي لدينا المجلس، لدينا سحور. في الكويت انا عايش في الكويت سنتين، ولديها في الكويت الديوانيه. وفي المغرب لازم الناس يزور المغرب في رمضان ويستمتع بالحريره والشباكيه بعد الحلويات. اذا كل بلد لديها الطقوس والتقاليد الخاصه برمضان، وفعلا انا دائما اشجع اصدقائي وعائلاتي لزياره هذه المنطقه في رمضان، لان لازم الناس يشوفوا هذه التقاليد فعلا. وسامويل يعني اسمح لي، اليوم احنا عم نقول انه رمضان بعيون امريكيه، واحنا بنقول لك كمان انه اليوم سامويل بعيون مساء العربيه، نظره مختلفه. اليوم عم نشوف سامويل كيف بيعيش حياته في رمضان، يعني غير سامويل الذي نسمع تصريحات الرسميه السياسيه. طب سامويل، شو بتقدر تحكي لنا كمان عن كرم العرب خصوصا مثلا في الولائم والموائد الرمضانيه؟ الكرم العرب جزء لا يتجزأ من الثقافه في هذه البلدان، وجزء لا يتجزأ من الثقافه في رمضان. أكثر من ممكن 100 ولا 1000 مرة أنا كنت أستمتع بالمائدة الرمضانية مع المصريين، مع الكويتيين، مع المغاربة هنا في دبي، مع الإماراتيين، مع السعوديين. إذا من اللازم الناس يعرفوا إن إذا تريد أن تعرف الكرامة في الاستضافة في هذه المنطقة لازم تعرف ذلك خلال شهر رمضان بدون شك. سيد سامويل، لدينا فضول، ما هي أبرز، لما نتحدث عن رمضان نتحدث عن الأطباق الرمضانية، ما هي أبرز الأطباق الرمضانية اللي تعرف عليها سامويل في منطقتنا ويفضلها؟ إذا كما معروف أنا أحب المغرب، أنا عايش في المغرب بعد السنوات، والطاولة في المغرب عندما تشوف يعني الحريرة والشباكية والأبيض والتمر خلاص. طاجين بعدين، طاجين في السحور. ولكن في المغرب لا، كسكس هذا ثقيل جدا، لازم تاكلها ممكن يعني في السحور. ولكن في المائده الافطار في رمضان في المغرب لازم تكون حريره والشباكيه نوع من الحلوى المغربيه والتمر والابيض خلاص. ولكن في بعض البلدان ممكن تشوف شوربه اخرى، شوربه العدس وهذا. اذا كل الاكلات فعلا فريد في النوع في كل البلدان في هذه المنطقه. طيب سام، اليوم بماذا نوجه للعالم العربي والاسلامي بمناسبه شهر رمضان وايضا كمان عيد الفطر على الابواب؟ ماذا تقول سام لهم؟ انا اقول للمنطقه باكمالها رمضان كريم، رمضان مبارك. انا شخصيا هذا ليس البيان الرسمي، ولكن شخصيا أنا فعلا أشعر بالراحة عندما أنا أعيش في هذه المنطقة وأنا أقضي وقتي في هذه المنطقة في رمضان فعلا. واحنا اكيد بنشكرك جزيل الشكر، المتحدث الاقليمي باسم الخارجيه الامريكيه سام ويلبرغ. شكرا. نورتنا في رمضان مساء العربيه هالمره. شكرا سامويل. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.